جالي مرضى كتير بيشتكوا من نفس الحاجه، جسمهم كله بيوجعهم، بيناموا بيصحوا تعبانين اكتر من قبل النوم، بيحسوا انهم عايشين جوه ضباب، مش قادرين يركزوا ومحدش فاهمهم. الاهل بيقولوا لهم انتوا بتدعوا المرض، والدكاتره كتير منهم بيشكك فيهم، بس الحقيقه هم مش مجانين ولا بيتدلعوا. اللي عندهم اسمه فايبروميالجيا، مرض معقد ومش اي حد بيعرف يشخصه. في الفيديو ده هقول لك كل اللي محتاج تعرفه من اول الاعراض لحد ازاي يتعالج وتعيش حياتك طبيعي. خليكم معايا للاخر عشان ممكن تنقذ نفسك او تنقذ حد بتحبه. معاكم دكتور محمد صقر. ايه هي الفايبروميالجيا؟ الفايبروميالجيا دي حاله مزمنه بيكون فيها الشخص حاسس بالم منتشر في الجسم كله، ومعاه اعراض تانية زي التعب وقله التركيز وصعوبه النوم. يعني ببساطه الجسم بيبقى حساس زياده عن اللزوم للوجع حتى لو مفيش سبب عضوي واضح زي اصابه او التهابات. طب ايه هي اعراض الفايبروميالجيا؟ الناس اللي عندهم فايبروميالجيا ممكن يحسوا بالحاجات دي. واحد، ألم منتشر في الجسم، ممكن تحس ان جسمك كله بيوجعك من غير سبب واضح. اتنين، تعب شديد، بتحس انك دايما مرهق حتى لو نمت كويس. تلاتة، نوم مش مريح، تنام كتير وتصحى تعبان. أربعة، ضبابية ذهنية بتتسمى فيبروفوج، بتحس انك مش مركز وبتنسى بسرعة. خمسة، صداع نصفي. 6، قولون عصبي، كتير منهم على فكرة بيعانوا من مغص وانتفاخ وإمساك أو إسهال. 7، اكتئاب أو قلق. 8، تنميل أو وخز في الأطراف. 9، بيبقى في حساسية زيادة للضوء أو الصوت أو حتى للروائح. طب إيه سببها؟ بصراحة لحد دلوقتي العلماء مش عارفين السبب الأساسي بدقة، بس في كذا نظرية. واحد، خلل في الجهاز العصبي، إن المخ بيترجم الإشارات العادية على إنها ألم حتى لو مفيش حاجة بتوجع فعلا. 2، إن يكون في خلل في النواقل العصبية الكيميائية في المخ زي السيروتونين والدوبامين والنورابينفرين. 3، عامل وراثي، لو حد في العيلة عنده ممكن تكون أكثر عرضة. 4، ضغط نفسي أو صدمة، في ناس بتبدأ عندهم بعد صدمة نفسية أو جسدية قوية. 5، مشاكل في النوم، ساعات بتكون مرتبطه بنقص النوم العميق. طب بتتشخص ازاي يا دكتور؟ مفيش تحليل معين يقول ان عندك فايبروميالجيا، بس الدكتور بيشخص عن طريق استبعاد امراض تانية زي الروماتويد والذئبه الحمراء ومشاكل الغده. السؤال عن الاعراض ومدتها، اختبار نقاط الالم في الجسم، في حوالي 18 نقطه في الجسم الدكتور بيضغط عليهم. لو الالم مستمر لاكثر من 3 شهور ومعاه باقي الاعراض غالبا الدكتور هيشخصها كفايبروميالجيا. طب علاجها ازاي؟ بصوا يا جماعه، الفايبروميالجيا ملهاش علاج نهائي، لكن في طرق تخفف الاعراض وتخليك تعيش بشكل طبيعي اكتر. واحد، الادويه، مسكنات بسيطه بس دايما ما بتكونش فعاله. مضادات اكتئاب معينه بتنظم المواد الكيميائيه في المخ. ادويه بقى بتقلل الالم العصبي زي الجابابنتين والليريكا. 2، رياضه خفيفه زي المشي، اليوجا، السباحه، بتحسن المزاج والنوم وبتقلل الالم. 3، نوم منتظم، حاول تنظم نومك. تنظيم النوم بيقلل التعب ويخلي الاعراض اهدى. 4، علاج نفسي، خصوصا لو في اكتئاب او قلق، مفيد جدا ان انت تعمل علاج السلوكي المعرفي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ده مهم جدا. 5، تغيير نمط الحياه، تقلل التوتر وتنظم اكلك، تتجنب المنبهات زي الكافيين الزياده. طب هل الاكل يا دكتور ليه دور؟ بعض الناس بتحس التحسن لما تقلل السكر والاكل المعالج. لازم نزود الفاكهه والخضار، نشرب ميه كتير، نبعد عن الجلوتين لو في حساسيه منه اللي هي حساسيه بروتين القمح. تمام. طب مين بيجي له فايبروميالجيا اكتر؟ طبعا الستات اكتر من الرجاله، العمر غالبا بين 30 ل 60 سنه، ممكن تظهر بعد ضغط نفسي او مرض شديد. طب هل هي مرض خطير؟ بصوا يا جماعه، لا، هي مش مرض خطير ولا مميت ولا بيأثر على اعضاء الجسم، بس ممكن يعكر لك حياتك لو ما اتعالجتش كويس. اهم حاجه انك تعرف تتعامل معاه وتاخد المساعده الصح. نصايح بسيطه للمريض: ما تكسلش عن الحركه حتى لو بسيطه، ما تضغطش على نفسك وتعامل مع نفسك بلطف، حاول تنام كويس وبانتظام، خلي عندك نظام اكل صحي، استشير دكتور متخصص في الروماتيزم او الالام المزمنه، جرب جلسات استرخاء او تامل. لو الفيديو فادك او عرفت منه معلومه جديده ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن التغذيه والصحه. كان معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه. اشوفكم في الفيديو الجاي ويومكم جميل.